المغرب تفوز البارح بكأس العالم تحت 20 عام بعد فوزه على الأرجنتين. نحكي على منتخب مغربي فاز على فرنسا، فاز على البرازيل، فاز على الأرجنتين. والله من أسود الأطلس إلى أسود إفريقيا، والبارح في الليل أسود العالم. هو من عندهم رئيس جامعة الحقيقة احنا يخوفنا برشا. رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف معناها سي فوزي لقجع، انه وصلت وانه ولات من عمالقة اللعبة، من عمالقة اللعبة في العالم. المنتخب المغربي قاعد يجني في ثمار المجهودات الكبيرة والعمل المتواصل، وزاد كيف السلطة اللي وصلت في وقت من الأوقات. السلطة الكرة هي عمل متواصل ومتابعة كبيرة لكل اللاعبين تاع البلد، مغرب تونس مصر اللي جي أينما كانوا. توانسة صبحوا مع الصباح كيتحدثوا على الإنجاز التاريخي ديال المنتخب المغربي الأقل من 20 سنة اللي تتوج بكأس العالم. هذا حلم تحول إلى حقيقة. توانسة مساكن كيغيروا منا، قال لك علاش حتى حنا ما نكونوش بحال المملكة المغربية وتكون عندنا واحد الأكاديمية بحال الأكاديمية ديال محمد السادس، ويكونوا عندنا حتى حنا مدربين وكفاءات وطنية 100% كيف المملكة المغربية. قالوا لك علاش حتى حنا ما يكونش عندنا شي رئيس ديال الجامعة بحال فوزي لقجع، اللي اعترفوا بأن قال لك بأن فوزي لقجع كيخلعنا، كيخوفنا، يرهبنا، لأنه يسيطر على دواليب الكاف وكيسيطر حاليا حتى على دواليب ديال الفيفا. هادو هما الأسود ديال المملكة المغربية، هادو هما الأسود اللي شرفوا الكرة العربية، الكرة الوطنية والكرة الإفريقية. هادو هما الأسود الذين يرهبون ويعذبون الأعداء. غادي نخليكم مع أول خروج إعلامي للإعلام التونسي والتعليق ديالو على الفوز ديال المنتخب المغربي بكأس العالم. وما تنساوش تضغطوا على زر لايك باش الفيديو يوصل أكبر عدد من المتابعين. نمشيو تو سويت للتراند. تراند دو جور. نختارنا تراند لانه ما نجموش ما نفرحوش الاشقاء في المغرب. المغرب تفوز البارح بكأس العالم تحت 20 عام بعد فوزه على الارجنتين 2-0. الارجنتين اكثر منتخب فايز ببطولة العالم فتحي في الفئة العمرية والسنية هذه. نحكي على منتخب مغربي فاز على فرنسا، فاز على البرازيل، فاز على الارجنتين. نحكي على منتخب مغربي فيه لاعبين اليوم القيمة التسويقية نتاعهم في العمر هذا تقريبا تتجاوز 1.3 مليون اورو. 1.3 مليون اورو هذا نحكيو قبل الدوره. راهو اليوم الفالور مارشاند نتاعهم الكل باش تزيد بعد الدوره. القيمه التسويقيه للفريق الكل تقريبا في 9 مليون اورو، متوسط 500 الف اورو كل لاعب. لاعبين جلهم في البطولات الاوروبيه، فما لفرنسا، موناكو، مارسي، فما لسويسرا، بلجيكا، في اندرلخت، في اسبانيا، في واتفورد، في انجلترا وغيره من البطولات الاوروبيه الكبرى، الى جانب 5 و6 لاعبين من البطوله المحليه. المغرب يؤكد اليوم فتحي فما خدمه، فما اللي يحكي على التكوين، فما اللي يحكي على ناس قاعده تخدم في البطولات وعيون لا تنام مغربيه. كل تالو مغربي في شويه ضوء بلغتنا احنا من 12 13 14 يتفك باش يبدا حاضر لتعزيز صفوف المنتخب. وهذه زاده خدمه فتحي قداش ملاعب اذا علينا احنا في تونس. النتيجه اليوم المغرب بطل العالم اقل من 20 سنه. كلمه مفتوحه. والله من أسود الأطلس إلى أسود إفريقيا، والبارح في الليل أسود العالم. هو من عام 2022 من كأس العالم الأخيرة. المغرب الحقيقة هي ملك إفريقيا. هي عام 22 وقت اللي وصلت الدور النصف النهائي قلنا ضربة حظ، نجم تكون ضربة حظ. قلنا ما شافوهاش، ما عاشوهاش، ما راوهاش كيفاش جاية، ولكن ظهروا أنه المغرب قاعدة تخدم خدمة كبيرة ياسر. راهو مش سهل وبرا تجيبهم من برا، هذا وليدات صغار. معناها شوف المغرب خطفتهم لفرنسا، خطفتهم لبلجيكا، خطفتهم لانجلترا، خطفتهم. واحنا وقت اللي عنا كعبة شوف بالريق الناشف باش ينجموا نجيبوه باش يقبل وانه يلعب مع الفريق التونسي. معناها المغرب قاعد تعطينا درس ورا درس، ناس تخدم على رواحها. حتى كي يجيو المدربين الكل من عام 2020 الصغيرات الكل مدربين مغاربة. من عام 2020 نفس التكوين في نفس المركز، الكل اللاعبين متاع الفرق الوطنية المغربية عندهم استمرارية، عندهم رئيس جامعة الحقيقة احنا يخوفنا برشا. رئيس الجامعة المغربية اللي هو في الكاف معناها سي فوزي لقجع، معناها إنسان مسيطر تقريبا، يقول هو رئيس الكاف، لكن إنسان يخدم مليح،
إنسان يحضر، إنسان حط كل الإمكانيات. وللأمانة نقولوها راف، للأمانة المغرب كدولة حطت كل شيء في الكرة، حطت كل شيء في كرة القدم، لأن كرة القدم جابت لها تنظيم كؤوس أفريقيا، جابت لها تنظيم كأس العالم، جابت لها يوريك أنه الكرة تنجم تكون وسيلة متاع استثمار، الكرة وسيلة متاع السياحة، تجيب لك السواح. المغرب نظم كأس العالم للأندية، المغرب عمل كل شيء. المغرب اليوم في كرة القدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا الناس الكل حقيقة كعرب وكأفارقة، مرجع في العالم، تتقرر المغرب في العالم. كيفاش السياسة اللي متاع كرة القدم عندهم فعلا وصلت وأنه ولات اقتصادية من عمالقة اللعبة، من عمالقة اللعبة في العالم. لا وكيفاش اللوكوموتيف ولات وكأنه كرة القدم قاطرة للاقتصاد المغربي، وهذا بطبيعة الحال التتويج متاع البارح مع شكون؟ مع الأرجنتين اللي هز كأس العالم هذه 6 مرات، الأرجنتين اللي ما يلعبوا حتى حد. البارح المقابلة وفات بعد 29 دقيقة 2 أهداف يتقرعوا، 2 أهداف روعة. المغرب فعلا نجم نقول انه اليوم ملك العالم عن جدارة، ملك العالم عن جدارة. مبروك لاخواتنا المغاربة، نتصوروا الفرحة اللي عايشينها. كان احنا امبارح منتخبنا وصل للنهائي وهز، معناها كانت تكون فرحة هستيرية. دونك نتصوروا اليوم الفرحة اللي قاموا عليها الأشقاء في المغرب. مبروك لكل المغاربة في العالم هذا التتويج، من حقنا نفرحوا لهم ومن حقنا زاد نغيروا. ناصر بعدت برشا علينا المغرب كما بعدت علينا زاد الجزائر. ما نعرفش كي نقرا اليوم ونشوف النتائج نتاع فرقنا في الكؤوس الافريقيه، مثلا نهزك نحكيو على الموضوع في نفس الاطار، نحكيو على هزيمه الاتحاد المنستيري، هزيمه للنجم الساحلي فريق نيروبي يونايتد الكيني. الملعب التونسي ينهزم في المغرب مع اولمبيك اسفي، والاتحاد ينهزم امام الشبيبه القبايل في تونس في الطيب المهيري، باستثناء الترجي 3 هزائم. الترجي انتصاره ماهوش مفاجئ، لانه من خلينا نقولوا بكل صراحه من عمالقه القاره توا سنوات مكانه موجود. الادوار الذيه بالنسبه للترجي هي مقابلات وديه، ولكن بقيه الفرق تلقى في صعوبه كبيره في المقابل. تلقى جارك، تلقى المغرب اليوم يسيطر على القاره، يسيطر على العالم، نصف نهائي كاس عالم، اليوفا فايزين بكاس العالم. علاش ضيعنا برشا وقت ناس؟ والله بالنسبه لي انا رفيق اللي نحكيو عليه في كره القدم اليوم، كره تتطلب تخطيط، امكانيات. وقت اللي تتحط الامكانيات وتتحط الظروف وتوجد تخطيط تنجم توصل الاهداف نتاعك، على خاطر ما فما حد شيء يجي بالصدفه. اليوم المغاربه ظل عندهم سنوات منذ معناتها توجد السونتر نتاع محمد السادس، معناتها فما خدمه كبيره صارت، كانت فما تمشي واضح بالنسبه للمغاربه، عملوا على الصغار نتاعهم انهم اليوم جل ملاعبيه الشبان نتاعهم اللي ينشطوا في البطولات ولا مولودين بجنسيه مزدوجه ما بين المغربيه وجنسيه اخرى، تم استقطابهم. اليوم المنتخب المغربي قاعد يجني في ثمار المجهودات الكبيره والعمل المتواصل. وزاد كيف السلطه اللي وصلت في وقت من الاوقات، السلطه الرياضيه نحكي انا فوزي معناتها لا شقع بالنسبه لي انا المستوى اللي وصل له، ولا عنده هيمنه كبيره سواء في الفيفا سواء في الكاف. هذوما كلهم اليات يخليوا الفرق المغربيه. العلاقات والكواليس ناصر تنجم تدز معك في ماتش، تدز معك في ما توصلكش العالميه، لكن تعطيك حاجه لكن تعطيك حاجه اخرى. اليوم وقت اللي تكون قريب للفيفا تعطيك امكانيات باش تزيد تطور حتى البنيه التحتيه نتاعك. راهو زاد كيف الفيفا على خاطر عندها برامج رياضيه في تطوير الرياضه في افريقيا بصفه عامه. وقت تكون قريب تعطيك مجال وتعطيك امكانيات وتعطيك انفراستركتور، تعطيك امكان ناس باش تطور لك الافكار نتاعك، زاد يدخل بعين الاعتبار. بالنسبه لي انا الفرق التونسيه نتاعنا بالحق هي كما قلت انت، نبداو باتحاد المنستيري اللي يوم الجمعه معناتها كانت مباراه. عموما الناس ماناش نحلوا 3 مقابلات، عموما واقع كورتنا ولينا نهزموا مع فرق ما نعرفوهمش. نحكيو على الاتوا اليوم تخسر مع نيروبي يونايتد الكيني، المستير تخسر مع شبيبة القبائل، ولو انه شبيبة القبائل من الفرق اللي عندها تاريخ كبير في الجزائر. كيف نحكيو ملعب التونسي رغم مقابله محترمه ينهزم مع اولمبيك اسفي. كي نرجعوا للسنوات فرقنا شكون قاعد يخلط لليبول، شكون قاعد يتعدى للدومي فينال، شكون كان فما الترجي عمل موسم استثنائي فبها سينو كل المشاركات تحت المطلوب تقريبا. اللي تحكي على الترجي الفريق الوحيد اللي في تونس ظهر لي عنده 56 انتصار خارج الميدان.
56 انتصارها من ناحيه الانفراستركتور والامكانيات، وبالرغم انه انا نشوف الملعب التونسي كان والخدمه زاد ناس، والخدمه مش حتى انفراستركتور، لا والخدمه. نعاود نرجع نقول لك شوف شكون يكون في لي جون في الفرق التونسيه الكل نتاع الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. شوف شكون يمشي 7 8 واعطيهم على الكوره، ما في حتى جديد ما كان منتصر لوحيشي طارق الجري. كلمه برنسي كوره نعطيك مساحه حره. هنا نحب نقول كلمتين مختصرين. قل لي. الكوره راهي اولا ماهيش فلسفه، ثانيا ماهيش علم صحيح، هذا كيف الكوره هي عمل متواصل ومتابعه كبيره لكل اللاعبين تاع البلد، مغرب تونس مصر اللي يجي اينما كانوا. احنا توا راهو زياد الجزيري قاعد وشمام وحسين سنيحه قاعدين يتحركوا هكايا، لا مش هما راهم يلزمهم يتحركوا، سفاراتنا لازم تتحرك يا رافع، على سفاراتنا والقناصل نتاعنا هما عايشين على عين المكان، يعرفوا شويه كوره لازم فما منهم، يقولوا يا رفيق ايش بربي راهو عندنا زوز وليدات لهنا ويمشوا لهم هكايا. راهي المغرب قاش قاعده تعمل كلهم نقولوا احنا لا يلعبوا لبرا، ايش يلعبوا لبرا؟ شكون؟ ولاد المغرب يحملوا الجنسيه المغربيه. مبروك لهم 1220 ألف مليون مره، وان شاء الله احنا اللي بالهم يرشنا، راهو اللي يزرع يا راف يحصد. احنا رانا كنا باش نحصدوا قبل، مرات محجوب تو ترجع لك التاريخ كبير، عملنا فريق كبير لكن وينه؟ في الجونيور وكها وقفنا يا خويا، مبروك عليهم، وان شاء الله احنا نعملوا اللي يعملوه. صديقنا مهدي يقول يا راف 3 لاعبين يلعبوا في المغرب ولا 5. مشكله التكوين عند الكل. احنا ما قلناش هذا البرودوي نتاع التكوين، ولكن حتى تمشي ديتكتي لي تالون تاعك، راهي هذيك خدمه معناها واستراتيجيه محطوطه سنوات باش تخلط تفك الجوارات الكل، ما تفكهم لكش هولندا، ما تفكهم لكش فرنسا، ما تفكهم لكش ما نعرفش انا اسبانيا، وتلقى عندك البيبينير هذه الكل فتحي باش تهز بها كاس العالم. مبروك على المغاربه، مبروك على اخوتنا. كلمه زياده، احسن ملاعب راهو هو مغربي عثمان معمع، طوله 1.82 متر من مواليد 2005، وتو مازال كي مشى لواتفورد. معناتها باش تفهم زاد المغرب زاد عملت استحقاق. كي تشوف اللاعب هذايا جناح ايمن، الارقام الكل تولد في مونبولييه، معناتها لعب في مونبولييه، وتوا الصحف الكل تحكي عليه بالايجابي. الراجل عمره 20 سنه، طوله 1.82 متر، ورابيد وبيرتينون في الاطراح ودريبل وكل هذا جوارات ما عادش نراو منهم. وبربي كلمه على الناصر اللي قال ما حضرناش شكون في الكاف. نحن في يوم من الايام كان عندنا طارق بوشماوي، وللاسف التوانسه كسرت طارق بوشماوي اللي كان باش يوصل لمرحله خاطر عندها قيمه الكواليس. مع احترامنا بيان سور وطارق بوشماوي ما يشك حتى حد في مكانه الرجل وفي قيمته التسييريه وكذا. ما هل عندك انت اليوم جوارات تجب تخلط بهم فينال كوب دي موند؟ المنتخبات الشبان نتاعنا عندنا وين ما نعرفوهمش حتى وين ماشيين، شو قاعدين يعملوا، تلمو بعاد على النتائج الايجابيه. دونك المغرب اليوم ناخذوا منها العبره، ناخذوا منها الدرس. ديجا بور لا مونتاليتي، راك تنجم بمريولك انت بملاعبيه ولادك تقارع كبار اللعبه، معناها هذا اكدته المغرب في السنيور وفي الايفا. مبروك على الاخوه المغاربه، احنا ما نرشحوش حتى نهائيات كاس افريقيا، ما نرشحوش افكتيفمون في الصغار حتى نهائيات. ما تقوليش مسؤول في الكاف ومسؤول في الفيفا. اليوم كي تسمعوا المغرب قبل ما نخرج فاصل بربي وصلت للعالميه، ما نعرفش بعيد على الكوره، يعطيك حلم، عندك حلم نتاع عالميه حاتم تحب تمشي له، يخليك تامن تنجم، عندك حاجه تحب تمشي لها لشيل انترناسيونال، ولا لا مكتفي لهنا بحذانا راف ماك في اللاك البحيره مارش بسكليت سهري نهار الجمعه، سهري نهار السبت، سهري نهار الاحد. والله يغزر لا كاليتي دو في بالحق. معناها هو لومبيسيون راهو في ان سارتان مومون يلزمك تختار لومبيسيون، يا اما تكون لوكال يا اما تكون انترناسيونال. كان عندك انترناسيونال ذات يوم ولا مازال عندك؟ كان عندي انترناسيونال وتنحات ما اقل بالحق وميم لا الحقيقه لا ما عنديش. شو الفريق الطموح؟ بربي شو هالفريق الطموح؟ لا اول حاجه لازم تخدم عليها العالميه. مثلا انا واحده من نجم متريس با ياسر لونجلي، معناها واللي هي لغه العالم. حتى عربيه تمشي للقنوات العربيه الكبيره. عربيه اي معناها على المستوى العربي ماذا بيا، علاش لا؟ وعندي الحلم هذا وان شاء الله قاعده تخدم عليه. نخدم عليه بيان سور، بديت تخدم كل يوم نخدم عليه. مصدقها ازاي؟ ما شيء لا وعلاش لا؟ والله لا اخي احنا نناقشوا في تستحق ولا نحن بكشي عندنا ديزاجون اش تخدم عليه، اش تخدم هي ما هنا ترى نحن لوكال محلي كالجبه التونسيه. نحن مرات نقولوا مليار ونصف المليار مبروك للمنتخب المغربي لكل الجماهير المغربيه داخل وخارج ارض الوطن، وديما مغرب.